السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. النهاردة معانا فيديو جديد. زهقنا بقى من عمايل المحشي والمكرونات والجلاش والرز، يعني قلنا نغير بقى شوية في أكلة كده مختلفة وطعمها تحفة إن شاء الله يعجبكم. بس كالعادة ياريت قبل ما نبدأ الفيديو اللي معملش اشتراك في القناة يعمل وفعل الجرس علشان يوصلكم كل جديد. أولا نسمي بسم الله. احنا هنعمل هنا العيش. معايا هنا 5 كوبايات دقيق. طبعا مقدار الدقيق اللي زي ما انتوا عايزين، ممكن تعملوا كوبايتين، ممكن تعملوا 5 زي ما انا عملت، اي حاجة. منخول طبعا الدقيق، حطيت عليه نص معلقة ملح، معلقة سكر، معلقة خميرة، بيكنج باودر، نص كوباية زيت، وهعجن بلبن علشان طبعا احنا عايزين ايه، العيش ده يبقى ايه، طعمه حلو ومميز معانا في الأكلة دي. هعجن بقى العجين كويس طبعا علشان احنا عايزين عجينة تكون لينة ومتماسكة، يعني علشان برضو تدينا نتيجة حلوة عايزين عجينة تبقى نخدمها كويس وتكون برضو معانا لينة شوية ومتماسكة. فهنعجنها كويس. اخدت مني حوالي كوبايتين لبن ونص كوباية زيت زي ما قلت لكم، والملح والخميرة والسكر والبيكنج باودر، ونص كوباية زيت. بس كده، هي دي المقادير معانا. هعجنها كويس واغطيها واسيبها لحد ما تخمر. معايا هنا فراخ، دي صدور فراخ انا غسلاها طبعا ونقعاها بملح وليمون، مقطعاها شرايح زي ما احنا شايفين كده، شرايح رفيعة زي شرايح الشاورما كده. هبدأ أعمل لها التتبيلة بتاعتها: معلقة عسل أبيض، معلقة خل، معلقة ملح، معلقة فلفل أسمر، معلقة كاري، معلقة بهارات، معلقة بابريكا، ومعلقتين لبن. وهنقلب بقى المكونات دي كلها مع بعضها لحد ما يمتزجوا خالص، التوابل بتاعتنا تتشرب خالص من الفراخ، تتشرب من التوابل يعني. زي ما قلت لكم احنا قلنا التوابل كده: معلقتين لبن، معلقة خل. اللبن والخل بيساعدوا في طراوة الأنسجة بتاعت الفراخ يعني. وبابريكا وكاري وفلفل أسمر وملح وعسل. كده دي التوابل بتاعتنا اللي احنا حطيناها، ما حطيناش بصل ولا توم ولا حاجات من دي علشان احنا ايه هنسويها ان شاء الله، وهنشوف سويناها ازاي. بعد ايه ما خلصت بقى الفراخ كده هركنها بقى على جنب في التتبيله شويه كده لحد ما تتشرب من التتبيله شويه. على ما نجهز بقى العيش زي ما احنا شايفين كده. العيش بعد ما العجين بعد ما خمر كده خلاص، قطعته التقطيع اللي احنا عايزينها بالحجم اللي احنا محتاجينه. وهسيب العجينة ترتاح حوالي ربع ساعة أو يعني أو أكتر شوية، يعني احنا عايزين العجينة ترتاح علشان نعرف نفردها كويس. بعد ما العجينة ارتاحت هبدأ أفردها كده زي ما احنا شايفين بسمك، يعني يكون معقول علشان ايه العيش يقب معايا، لأن احنا هنسوي العيش على الطاسة. فهفرد القطع كده اللي احنا قطعناها بسمك معقول كده، هفرده بالفرادة كده زي ما احنا شايفين. هفرد على دقيق، مش كتير برضو، مش عايزين نكتر الدقيق علشان ايه العجين ما يشربش سوائل معايا وينشف. وايه طبعا معايا صينية فرد عليها القماشة زي ما اتفقنا، عندنا قماشة للعجين بنستعملها، فرد عليها قماشة، وهحط العجين واحدة جنب التانية كده وهغطي عليه، وهسيبه معايا برضو يرتاح تاني حوالي ربع ساعة ولا حاجة على ما نجهز ايه الفراخ معانا. احنا خلصنا تقطيع العجين، هنسيبه بقى نغطيه ونسيبه جنبنا يرتاح، عايزينه يخمر تاني علشان ايه يدينا نتيجة حلوة وفي التسوية يبقى كويس. هبدأ بقى اسوي الفراخ معايا. الحلة اللي هشتغل فيها او الاكل اللي هشتغل فيه هحط فيه معلقتين زيت ومعلقة سمنة بلدي يسخنوا كويس، وهنزل بقى بالفراخ اللي احنا تبلناها لحد ما تاخد صدمة كده وتغير لون. هبدأ بقى ايه شوية بشوية كده معاها لحد ما ايه ما الفراخ تغير لون خالص والسوائل اللي فيها تنشف خالص وتبقى معايا ايه جاهزة. بعد ما خلصنا كده واخدت لون معايا واتشمعت كده وبقت كويسة، هبدأ بقى معايا بصلتين مقطعاهم جوانح، هبدأ انزل بيهم على الفراخ. وطبعا احنا معانا احنا حاطين التوابل بتاعتنا وكل حاجة، مفيش بس غير حطينا معلقة صويا صوص علشان تنكه معايا الفراخ. بعد ما البصل خلاص دبل واتشرب معايا ونشف،
معايا بقى ايه قرنين فلفل احمر على اخضر كده قطعتهم، هنزل بيهم على الفراخ، هسيبهم بس حوالي 5 دقايق، مش عايزة الفلفل يدبل يعني، عايزاه يبقى ايه يا دوب بس دبلان حاجة بسيطة كده وخلاص يعني، وهشيله مش عايزاه يستوي قوي علشان يفضل ايه باين معايا في الفراخ. هخلص بقى كده وهركن الفراخ على جنب، خلاص تعتبر خلاص خلصت. هشتغل بقى الطاسة اللي هسوي فيها العيش، زي ما احنا قلنا هنشتغل في ايه، هنسوي العيش في الطاسة على البوتاجاز يعني، علشان ايه اللي مش متوفر يعمل فرن يعني، وبعدين كمان العيش ده كمان بيبقى جميل كمان لما بنسويه في الطاسة يعني. اللي مش متوفر عنده فرن يعني هيبقى الخطوة دي كويسة له انه يسويه في الطاسة كده زي ما احنا شايفين. بعد العيش ما رفع معانا خالص وخمر بقى تاني، هنحط الطاسة هندهنها زيت اول مرة بس وخلاص. هو العيش مش لازم له زيت يعني ولا حاجة، هو بس اول مرة علشان ايه يدينا نتيجة حلوة. اهم حاجة تكون ايه الطاسة تكون غير لاصقة علشان تدينا نتيجة حلوة. زي ما احنا شايفين كده كل شوية نقلب العيش من على الجنب ده وعلى الجنب كده كده. انا ما قطعتش الفيديو، سايباه عشان تشوفوا النتيجة بالظبط يعني، عشان تشوفوا ان الايه الخطوات بالظبط اللي بتخلينا نستنى لحد العيش ايه ما يقب معانا علشان ينفخ يعني ويدينا نتيجة حلوة زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله. العجين اهم حاجة انه يكون معجون كويس خمران كويس. بعد ما فردناه بنسيبه يرفع تاني يخمر تاني يعني، علشان ايه برضو يدينا النتيجة اللي احنا شايفينها كده ما شاء الله، تبقى نتيجة مرضية كده. وهبدأ ايه لو في طاسة تانية احطها جنب كده زي ما انا عملت وايه علشان اخلص الكمية كلها زي ما احنا شايفين معايا هنا ايه. خلصت بقى الفراخ جاهزة والعيش جاهز كده خلاص، اكلنا جاهز ما اخدش مننا وقت ولا مجهود وطعمه تحفة عايزة اقول لكم. الفراخ جاهزة كده خلاص. ومعايا بقى هنا تومية انا عاملاها، ومعايا خيار مخلل برضو عاملاه على السريع. التومية بقى ايه هبدأ احشي كده العيش، هحط تومية وهحط بقى الفراخ وهحط خيار مخلل كده زي ما احنا شايفين. التومية هقول لكم عليها معلقتين نشا وكوباية مية عملتهم على النار لحد ما بقوا شفاف كده يعني زي المهلبية بس بالمية. وبعد كده بعد ما بردوا خالص حطيتهم في الكبة وفصين توم ومعلقتين مايونيز وملح وخل وليمون. يبقى توم وخل وملح وليمون بس كده، دي المكونات ايه على النشا اللي بالمية اللي احنا عاملينها في الكبة وضربتهم. وممكن معلقتين زيت كمان وكده المقدار معانا بيطلع زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله قوامه كويس. وطعمه كمان تحفة ما شاء الله. عملت بقى كده زي ما انتوا شايفين، هعبي الفراخ بقى والتومية والخيار. الأكلة دي تحفة وطعمها خطير ما شاء الله. جربوه بقى وغير بقى من طعم الأكل اللي احنا ايه زهقنا منه. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب، يا رب يجعل أيامكم خير. سلام عليكم.